كتير من الشباب والبنات دلوقتي ممكن يكونوا بيعانوا من قصة عدم التفاهم بينهم وبين أهاليهم، وعدم التفاهم أو الاختلافات دي ممكن تكون بسبب إن حضرتك شايف أو مترجم إن خوف أهلك عليك تحكم أو فرض سيطرة، وعلشان كده النهارده هقول لك تعمل إيه أو تتصرف إزاي في الحالة دي، سواء بقى كان معاك الحق أو العكس، فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. مبدئيًا كده لازم ومهم جدًا إنك تكون عارف إنك ما ينفعش نهائي ولا بأي حال من الأحوال إنك تقاطع أهلك ولا تقف قصادهم ولا حتى تعارضهم في الرأي، وده علشان ربك سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا." وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك البر كذلك البر. وكل دي أوامر واضحة وصريحة من ربك سبحانه وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم على إنك ما ينفعش ومالكش أي حق في إنك تعارض أهلك ولا تقف قصادهم ولا حتى تقول لهم أف. وكمان لازم تعرف إن دي الحاجة الوحيدة اللي ربك سبحانه وتعالى قارنها بالعبادة، وده إن دل على شيء يدل على عظم أجرها وعلى أهميتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند ربك سبحانه وتعالى في المقام الأول. ولكن في حالة واحدة بس هي اللي ربك سبحانه وتعالى أمرك فيها إنك تخالف أهلك، وفي الحالة دي لو ما خالفتهمش هتكون ارتكبت ذنب عظيم، والحالة دي هي إن لو أهلك أو أبوك وأمك بالتحديد أمروك بالشرك بالله أو دلوك على أي شيء يغضب ربك سبحانه وتعالى، وده بنص كلام ربك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حين قال: "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا." وهنا بقى ربك سبحانه وتعالى قال لك فلا تطعهما، ولكن برضه في نفس الآية قال لك: "وصاحبهما في الدنيا معروفة." يعني مش معنى إنك مش هتسمع كلام أهلك إنك تقاطعهم بقى وتعاديهم وترفعوا سلاح على بعض، لا خالص. المفروض إنك مش هتسمع كلامهم وفي نفس الوقت برضه هتفضل تودهم وما تزعلهمش وتتعامل معاهم بما يرضي الله، وتسمع كلامهم في كل حاجة إلا الحاجة اللي تغضب ربك سبحانه وتعالى، وده تأكيد واضح وصريح من ربك سبحانه وتعالى على مدى عظم وكبر أجر بر الوالدين. وربك سبحانه وتعالى مش هيأكد لك على حاجة إلا لما تكون فعلا فيها نجدة ليك وخير في الدنيا وفي الآخرة كمان. فحافظ على أهلك يا صديقي واوعى تعاديهم أو تخالفهم مهما كانت المبررات، إلا في الحالة اللي أنا قلت لحضرتك عليها. ودلوقتي بقى هقول لك على أهم الأسباب اللي ممكن تعمل فجوة بينك وبين أهلك. رقم واحد: الافتراضات، اللي هي بقى من نوع أبويا عصبي، أمي ما بتحبنيش، دول الناس بيتحكموا فيا، وغيرها من المصطلحات اللي بتخليك تستعجل في الحكم على أهلك كل ما بتحصل بينك وبينهم أي مشكلة. فبدل ما تعيش في عالم من الافتراضات الهدامة، حاول تخليك ذكي وتخلي كل تركيزك في إنك إزاي تحسن العلاقة وتاخدها في طريق يرضي جميع الأطراف. وصدقني والله لو دورت أو ركزت شوية هتكتشف طرق كتير جدا ترضيك وترضيهم. رقم اتنين: التمرد على الأهل، وده بحجة إنهم رجعيين أو متخلفين أو مش فاهمين، وده بقى للأسف الشديد بيكون كارثي بكل المقاييس، لأن أي شاب بيتمرد على أهله بيكون ضحية لتجار السكك، وممكن فجأة يلاقي نفسه ماشي في سكة ممكن ما يعرفش يرجع منها، زي المخدرات أو الإجرام أو التشرد أو أي طريق فيه هلاكه، ووقتها مش هيكون مدرك أصلا إنه بيضيع نفسه. وطبعا ياما شفنا نماذج أو حالات زي كده. فأحب أقول لك لو أهلك بيخافوا عليك زيادة عن اللزوم فهم مش راجعين ولا حاجة، هم بس محتاجين منك نقاشات وصبر وطولة بال علشان تقدر تفهمهم انك فاهم انت بتعمل ايه، وتوصل لهم برضو انك متفهم خوفهم عليك. ولو ما عملتش كده فطبيعي جدا ان اهلك يقلبوا عليك، ودايما هيكون بينك وبينهم مشاكل وصراعات وعلى اتفه الاسباب والامور. فراجع نفسك وروح لاهلك بدون جدال واعتذر عن كل الغلطات اللي انت ارتكبتها وانت بتتناقش معاهم قبل كده. رقم ثلاثة: ما تتعاملش مع اهلك على انهم مش فاهمين، المفروض تتعامل معاهم انهم عندهم طريقة تفكير انت لسه ما فهمتهاش، ولازم تعرف ان في فجوة كبيرة جدا في فهمهم لطريقة تفكيرك، ودورك انت كشاب انك تسعى وتجتهد علشان تقدر تفهم طريقة تفكيرهم وتفهمهم طريقة تفكيرك. واللي يستعجل ويقول على اهله انهم ما بيفهموش ففي الغالب هو اللي ما بيفهمش، لان اقرب الناس ليه فشلوا ان هم يفهموه، فهتقول على واحد زي ده بيفهم ازاي؟ فقبل ما تستعجل في الحكم على اهلك احب اقول لك ان اهلك مختلفين معاك زي ما اهاليهم كانوا مختلفين معاهم، وزي ما حضرتك برضه هتكون مختلف مع اولادك في المستقبل، وده لا هو بسببك ولا بسببهم، ده بيكون بسبب التطور البيئي والتكنولوجي والثقافي. فبالله عليك افهم ده كويس جدا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بدل ما تندمهم بافعالك على انهم جابوك للدنيا. رقم أربعة بقى والاخيره: ابوك وامك هم سبب وجودك في الكون، فمهما عملوا هيفضل برضه فضلهم عليك بعد ربك سبحانه وتعالى لحد يوم الدين. وعلشان كده خليك فاكر دايما انهم وصيه ربك سبحانه وتعالى ليك، وانك من غير رضاهم هيكون صعب جدا عليك انك تتوفق في اي شيء، لا دراسه بقى ولا شغل ولا جواز ولا حتى في علاقتك
علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى. ولو عاوز تقيم حد مهما كان هو مين، عمرك ما هتلاقي طريقه تقيمه بيها قصدك من طريقه تعامله مع اهله. ولو حبيت تتاكد من كلامي، تقدر حضرتك تدور على اي حد انت تعرفه تكون علاقته باهله كويسه، وابدا كده دور وراه. هتلاقي ان الشخص دوت لو بيتعامل مع اهله بود ومحبه واحترام والتزام، فهو في الغالب هيتعامل مع كل الناس بالاسلوب ده، لان هو ده هيبقى اسلوب حياته. وبرضه العكس صحيح. وفي النهايه بقى احب اقول لك، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. فلو انت بتدور على رزق واسع، خلي عندك خير في اهلك. لو بتدور على تيسير امورك، خلي عندك خير في اهلك. لو بتدور على علاقه كويسه بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، خلي عندك خير في اهلك. لو بتدور على علاقه كويسه بينك وبين الناس في التعاملات، خلي عندك خير في اهلك. لو بتدور على اي خير او اي رزق في الدنيا، ففي الاول خلي عندك خير في اهلك. فلو ابوك وامك موجودين، فربنا يبارك لك في اعمارهم ويرزقك رضاهم وبرهم ان شاء الله. ولو متوفيين، فربنا يرحمهم ويجعلهم من اهل الجنه. ودي بقى يا صديقي كانت وجهه نظري في الموضوع ده من خلال بعض التجارب اللي انا مريت بيها في حياتي. اللي تشوفه صح وهيفيدك خده، واللي تشوفه العكس سيبهولي. وبس كده، اتمنى اكون قدرت افيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.